السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ سامسونج A16 احدث موبايل فئه اقتصاديه من سامسونج. اتاخرت في المراجعه لكن التجربه تحكم. بقى يا عم طاهر، وانا جاي لكم بصفتي مستخدم سامسونج اصيل. فالتجربه بتقول ايه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. خلونا نبدا. اول حاجه في الفيديو ده انا هكلمك بمنتهى الصراحه عن المميزات والعيوب اللي قابلتني اثناء استخدامي للاي 16، موبايل خليفه الموبايل اللي كسر الدنيا من سامسونج. الاي 15 كان نازل واكل السوق بطريقه رهيبه جدا عشان شويه حاجات، اهمهم الشاشه السوبر اموليد، الديزاين المحترم جدا اللي كانت سامسونج عاملاه، سوفت وير سامسونج الرهيب اللي كانت نازله بيه بتقلها. يعني بصراحه ادتني شويه امتيازات رهيبه جدا وخدت مني حاجات. فحابب بقى ترجع للمراجعه دي كلها الاي دي. والفيديو ده يا جماعه بجد من اكتر الفيديوهات اللي كسبت فيه ناس كتير قوي وناس جديده، كلكم على راسي. وجه الوقت بقى ان احنا نجرب مع بعض الاي 16 من سامسونج ونشوف مع بعض ايه التطورات عن الاي 15 وايه المميزات والعيوب اللي سامسونج حاططها لنا في الموبايل ده. الموبايل ده بيجي بثلاث نسخ، اقل نسخه بتكون بسعر حوالي 7 ونص، واعلى نسخه بتكون بسعر حوالي 9000 جنيه. فالمراجعه هتكون في الحيز ده، ولكن بنحط بين قوسين سامسونج في الاعتبار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سامسونج مش زي اي حد، سامسونج يعني اللعب مع الكبار. فلما بنيجي نراجع موبايلات من سامسونج بيكون في اعتبارات كتير قوي بنحطها في الريفيو. من غير كلام كتير خلونا نبدا بالتصميم. الموبايل كبر عن الاي 15 بشكل ملحوظ. لون السيلفر اللي معاه او ابيض، يعني لون تحفه جدا، نفس ديزاين الكبار. وانا ماسكه كده من الظهر هو حرفيا كاني ماسك الاي 55، ودي حاجه تحسب للموبايل. 3 كاميرات مع الفريم اللي تحسه ميتال مع التعريضه كده، او يعني البروز اللي جاي حاضن ازرار الباور وزر البصمه اللي برده مدمجه في زر الباور لسه. مع ان الشاشه عندي سوبر اموليد، كان بمستشعر بسيط جدا افرح الناس في الفئه دي او احط على الفئه دي واحط بصمه في الشاشه، بس ده مش عيب، انا ده طموح عندي. ولكن خليني برضو اكون واقعي معاك. الشركه لو عملت كده مش هتبيع موبايلات طب وانا اروح ادفع ليه في فئه اعلى وانا ممكن اخد ده؟ خد بالك التسويق لعبه احترافيه، مش هقول الفاظ يعني تسويق لعبه احترافيه والمبيعات لعبه احترافيه اكتر. فانت كل حاجه بسعر معين ليها مميزاتها وليها تضحياتها عشان تروح للفئه الاعلى. خامات الموبايل من بعيد تحسها ازاز وميتال زي قلت لك زي الاي 55، ولكن الخامات من البلاستيك، وعشان اكون صريح معاك بلاستيك نضيف حبتين كمان. انا الخامات هنا اديها 10 من 10 وضميري مرتاح في هذه الفئه السعريه. الموبايل كحجم كبر وكوزن تقل عن الاي 15، ولكن في حاجه بقى غريبه هتلاحظها. بقول لك الوزن والحجم، ولكن هنا الموبايل سليم حوالي 7.9 مللي، وده انحف موبايل من سامسونج في هذه الفئه. فشابوه بصراحه، الموبايل مسكته في الايد متمكنه، محتاج حد ايده كبيره عشان خاطر يواكب هذا الحجم العملاق، وده هنتكلم عنه بالتفصيل لما نروح لجزء الشاشه. من مميزات الاي 16 اللي تحترم هي الموبايل جايب معيار اي بي 54 مقاوم لرذاذ الماء والغبار. الموبايل تقدر ان هو يقع منك في ميه وتطلعه بسرعه ان شاء الله مش هيحصل له اي حاجه. الناس اصحاب المهام الشاقه بقى اللي بيتعرضوا للغبار والتراب ايا كان وظيفتك ايه، فالموبايل برضه هيتحمل معاك بشكل كويس جدا. هتلاحظ هنا تحت ان منفذ 3.5 ملم الله يرحمه ما بقاش موجود، مع انه كان في الاي 15. هو عايز يطلع الموبايل ده لفئه الكبار، ولكن في الفئه السعريه دي مش مقبول خالص ان انا الغي منفذ 3.5 ملم. زي ما قلت لك الناس هنا بيفرق معاهم جدا جدا التفاصيل دي. زي ما قلت لك البصمه جايه في زرار باور، ادائها مقبول، سريعه حلوه، ما عنديش اي تعليق عليها. فالتصميم ككل ياخد مني وضميري مرتاح حوالي 8.5 من 10، خاصه اللون الابيض ده مريح جدا في التصوير، ما تعبنيش خالص. يعني البصمات والكلام ده ما بيبانش فيه قوي، لان طبعا اللون الابيض ما بيعكسش الكلام ده زي الاسود. تعال نروح على اكبر ميزه في الاي 16 في هذه الفئه السعريه، وهي الشاشه اللي بتيجي هنا سوبر اموليد من سامسونج. الشاشه الكبيره 6.7 بوصه، 90 هرتز معدل تحديث، وبتيجي كمان بخاصيه ما كانتش موجوده في الاي 15 وهنا ضافوها في السوفت وير، وهي ان انت تتحكم في الوايت بالانس، ان انت تخلي اللون كولد او وورم على حسب انت بترتاح في ايه، ودي ميزه مهمه جدا. الشاشه دي من افضل الشاشات كتشبع الوان، كسطوع 800 نتس مع الكونتراست بتاع السوبر اموليد بتاع سامسونج، مودي الشاشه دي في حته ثانيه. وخاصه الحجم اللي مخليها مناسبه جدا جدا للمشاهده والالعاب والتصفح، حاجه رهيبه، حاجه نظيفه، حاجه محترمه. لو هتشتري الموبايل ده عشان الشاشه كفيت ووفيت. طلعت لك بالشاشه السما. تعالى بقى على شويه التحفظات اللي عندي على الشاشه. زي ما قلت لك حجم الشاشه كبير، ولكن برضو سامسونج مصممه على التصميم القديم. ديزاين الشاشه هنا بيجي الووتر دروب او الديو دروب نوتش، ومش جايب البانش هول. البانش هول هنا مع السوبر اموليد في الفئه السعريه دي كان هيودي الشاشه دي فخامه ليفل الوحش، ولكن سامسونج قالت لك لا والله محدش بياخد كل حاجه يا صاحبي في فئه 7000 جنيه. وبصراحه عندها حق، لان في فيرجنات
اعلى من كده في سامسونج تقدر تروح لها لو انت حابب البانش هول. حواف الشاشه الجانبيه صغرت بشكل كبير، ولكن الموبايل تحسه مربي دقن الموبايل او البزل السفلي كبير حبتين ثلاثه. ما زلنا ما عندناش اولويز اون ديسبلاي على الشاشه، تقدر تشغلها باي تطبيق عندك بيعرض الاولويز اون ديسبلاي، بس سامسونج هنا حاطه السوفت وير بتقلها، ترسى السوفت وير، ولسه هقول لك شويه حاجات كمان في السوفت وير رهيبه جدا سامسونج حطاها. مش ممكن ميزه الاولويز اون ديسبلاي دي هي اللي هتقل الموبايل وهتقل الاداء. ما بيبانلكش بس من كل هذه الحفله غير معدل الشحن تحت كده بس، شكرا، لا الساعه ولا نوتيفيكيشنز ولا اي حاجه. تجربه الشاشه العظيمه العملاقه دي في المشاهده رهيبه جدا، ما بيفصلكش بس غير حاجه بسيطه جدا فيها، وهي ان السماعات مونو. زي ما قلت لك انا واحد من الناس متعود على استماع صوت ستيريو شمال ويمين الاثنين شغالين. هنا الصوت جاي لك من اتجاه واحد، يعني لو انت عامل السماعه كده الصوت جاي لك من هنا صرصور الحقل، مفيش اي حاجه. فلو انت برضو عامل الموبايل كده انت بتسمع الصوت من اتجاه واحد. وفي الفئه دي احنا ابتدينا نشوف سماعات ستيريو، بس خليه برضه صريح معاك يا صاحبي، والله في الفئه دي عمرك ما هتاخد شاشه بالكواليتي دي، انا بقول اللي هي واللي عليا بصراحه. ولكن يظل الصوت نقي متوسط العلو مجسم، مش صوت برضه رخيص، مش اللي هو مونو رخيص. الصوت هنا قدم تجربه جيده، ولكن كنت طماع جدا جدا في سماعات ستيريو. مش هسيب الشاشه بقى لما اقول لك ان من تجربه مطوله للشاشه مفيش اي مشكله من اللي كانت بتحصل في الاي 15، لا التاتش بيعلق ولا شاشه بتهنج ولا اي حاجه من دي. هنا تجربه الشاشه ممتازه جدا والتاتش في منتهى الدقه، ودي يعتبر من اهم التطورات بالنسبه لي بصراحه. تعال نروح على العتاد وهتلاقيه هو عتاد الاي 15، نفس المعالج ميديا تك هيليو جي 99 6 نانومتر الداعم لخدمات ال 4 جي. الموبايلات اللي بتنزل بره مصر يا جماعه على فكره بتنزل بتقنيه ال 5 جي. مش موضوعنا ومش فارقه قوي الحكايه، لان احنا كده ما عندناش شبكات 5 جي، بس لو اشتغلت طبعا كانت هتبقى لقطه جامده جدا جدا ان سامسونج تنزل الفيرجن ال 5 جي. الموبايل ده كان هيبيع ويبيع قوي كمان. الموبايل طبعا ما بيدعمش اي شرايح اي سم، ده فئه اقتصاديه مش مطلوب منه كده اصلا. الموبايل بيطلع باحدث واجهه من سامسونج وهي ال One UI 6.1. خليني اقول لك ان انت هتستقبل تحديثات 7 8 9 10 11 12. سامسونج بتقول لك انت هتاخد تحديثات، انا ما اعرفش تحديثات واجهه ولا تحديثات امان، بس انت هتاخد تحديثات لحد 6 سنين. في بعض الشركات بتنزل تحديثات 4 سنين وبتبقى فرحانه قوي. سامسونج قالت لك بقى ايه، انا اعلي عليك وابعت لكم تحديثات لمده 6 سنين يا سيدي، هات اخرك. سامسونج هنا فرد عضلاتها جامد جدا في الواجهه، ومنزله تقلها كله في الواجهه، حتى كل الاوبشنات والفيتشرات. حضرتك لو رحت دخلت على فيديو الشرح بتاعي للواجهه، معظم الحاجات اللي موجوده هتلاقيها، ما عدا الحاجات الخاصه طبعا الادفانسد بقى الخاصه بالاسات والنوتس والحاجات دي كلها، دي مش هتبقى موجوده لان الحاجات دي بتبقى بارقام خزعبليه. لكن الواجهه هنا كامله مكمله مش ناقصها حاجه. في فئه اقتصاديه زي دي انت واخد واجهه عملاقه بمعنى الكلمه. اما لو رحت تلعب ببجي زيه زي الاي 15 تلعب على 40 فريم وهتاخد جيم مستقر وسلس والدنيا زي الفل، مش هتتضايق. مع شاشه السوبر اموليد دي جيم في حته ثانيه خالص. في الشتاء انا ما بقدرش احكم على الحراره قوي، الموبايل حرارته ما ضايقتنيش خالص وحتى ما بيدفاش، ولكن في الصيف اقدر احكم لك على الحراره اقول لك لا ده الموبايل بيدفى، الموبايل بيسخن سيكه. لكن هنا الموضوع ستيبل جدا ومستقر. خليني برضه اقول لك على نقطه مهمه جدا قبل ما اسيب الاداء وامشي. زي ما قلت لك الموبايل جاي بواجهه سامسونج بتقلها، مش بتقولها معنى ان الواجهه تقيله، يعني عارف انت لما بتبقى نازل فرد عضلاتك في الواجهه زي ما قلت لك، سامسونج فرد عضلاتها هنا. فبلاش النسخه ال 4 جيجا، ال 4 جيجا مش هتجيبك صدقني، من 6 جيجا لو انت طالع بقى. يا سلام لو رحت للنسخه ال 8 جيجا انت كده اشتريت دماغ. الموبايل هنا بيدعم ال NFC عشان الدفع اللاتلاموسي، ودي ميزه رهيبه جدا، خدها في عين الاعتبار عشان الفتره الجايه الموضوع ده هيبقى مهم جدا، وخاصه بعد ما تتفعل محفظه جوجل او جوجل باي، فالموضوع هيفرق معاك جدا جدا. انت بقى ايه الفيز بتاعتك على الموبايل وبتعمل كده للكاشير بالموبايل بدل ما تطلع الفيزا من محفظتك وبتاع، لا هو الموبايل كده على طول. في مايك زي ما قلت لك عزل الضوضاء، مستشعر مكالمات سوفت وير بس شغال كويس وما ضايقنيش، والحقيقه تجربه مميزه جدا. ولكن الشبكات هنا اقول مثلا كفاءتها لحد 75 80%، يعني لو الراوتر بعيد عنك شويه تتضايق، لو في مكان ما فيهوش شبكه ممكن اي موبايل منافس في الفئه السعريه دي يجيب شبكه اعلى من هنا. فاتمنى التطوير ان شاء الله في الاصدارات الجايه من سامسونج يكون على مستوى الشبكات، لان دي حاجه مهمه جدا جدا وبتفرق مع المستخدم. الموبايل بيجي بنفس الكاميرات ونفس السيت اب بتاع الاي 15، كاميرا رئيسيه 50 ميجا بكسل اف 1.8. خدت كده بروفايل الصوره وحطيته جنب صور الاي 15، مفيش اي فرق لا في المعالجه ولا في اي حاجه، وهيبقى في فرق ازاي وانت عندك نفس الكاميرات ونفس المعالج، فبالتالي نفس المعالجه ونفس كل حاجه. ولكن خليني اقول لك هنا ان الصبح الصور حلوه جدا، وخاصه الدايناميك رينج والشاربنس بتاع الصور مظبوط ورايق. كاميرات الموبايل قويه في فئتها السعريه اللي نازله فيها، ويمكن من اجمد الكاميرات في الفئه السعريه دي. كاميرا السيلفي هنا بتيجي 13 ميجا بكسل اف 2.2، نفس الكاميرا السيلفي اللي موجوده في الاي 15، والحمد لله مفيش اي تنازلات، لان معظم الموبايلات اللي بتيجي في الفئه الاقتصاديه لما بيديك شاشه جامده قوي بتلاقيه بيقلل لك في الكاميرا. الكلام ده هنا مش موجود،
وهتاخد تجربه تصوير سيلفي سواء الصبح صور حلوه جدا ومنوره ومحتفظه بالتفاصيل، سكين تون حلو قوي، بالليل برضو الى حد ما الصور كويس. البطاريه بتيجي 5000 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع بقدره 25 واط. مفيش شحن بيجي في العلبه، هو الكابل بس، ومفيش جراب ومفيش سكرينه، وكنت اتكلمت وعلقت على الموضوع ده الفيرجن اللي فات في الاي 15. ولكن سامسونج في الاصدار ده عملت لك شاحن 25 واط بيطلع مع الموبايل هديه. انا ما اعرفش الحقيقه لحد الان ده بيطلع ولا لا، ولكن اول ما الموبايل نزل كان الشاحن ده بيتوزع معاه. فلو انت اشتريت الاي 16 قريب وخدت الشاحن او ما خدتوش، يا ريت تكتب لي ده في كومنت. البطاريه بتكمل معاك اليوم مستريح جدا جدا، مفيش اي مشكله. الشاشه برغم انها كبرت ولكنها تظل سوبر اموليد موفره. الموبايل بيشحن في حوالي ساعه و10 دقائق، ساعه وربع بالكتير هيكون مفول شحن معاك، وده رقم ممتاز جدا بالنسبه للفئه السعريه دي. الموبايل ده موبايل اعتمادي جدا، ولكن انا عشان اكون صريح معاك، انا لو هشتريه عشان 3 حاجات، ودول اكتر 3 حاجات عجبوني وشدوني للموبايل بصراحه. اول حاجه قلبا وقالبا كده هي الشاشه هنا بتقدم تجربه مميزه، مش هتحس بده غير لما تمسك الموبايل وتجربها بنفسك. تاني حاجه السوفت وير هنا رائع يا جماعه بجد، حرفيا سامسونج حاطه كل حاجه انت ممكن تحتاجها في السوفت وير. وممكن لو حابين اكتب لي في كومنت اعمل لك فيديو عن اكتر 10 مميزات جباره في سوفت وير سامسونج اي 16. تالت حاجه في الفئه السعريه دي، المعالج ده هنا توب، حاجه محترمه جدا، اداؤه حلو قوي سواء في الالعاب او في التصفح والمهام اليوميه الخفيفه. امنياتي للاي 17 اتمنى ان منفذ 3.5 يرجع تاني، الموبايل يبقى فيه سماعات ستيريو، يشتغلوا على الشبكات انها تقوى اكتر من كده. حاجه اخيره بس، نشيل بقى الديو دروب نوتش ده ويبقوا كده كف ووف، وانا كفيت ووفيت معاك. لايكك المتين بقى واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وكومنت متين منك يشجعني. سيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلى اللقاء باذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.